بيراميدز كان بيلعب ماتش ودي استعدادا للسوبر المصري، وبيلاعب فريق اسمه يانين انطاليا التركي. ببص على النتيجه بعد الماتش لقيت ان بيراميدز كسبان 18-0. استغربت بصراحه، اغمى عليا بقى، اغمى عليا على طول. فبدور على بيراميدز ان هو عنده فريق سله ما لقيتش، فريق كره يد ما لقيتش، لقيت اي حاجه من اللي بيجي فيها السكورات ديت برده ما لقيتش. اكتشفت ان هو كان فريق كره القدم. بيراميدز اللي هو فيه رمضان صبحي ومش عارف مين واحمد الشناوي والناس ديت، دول كسب 18-0 او ربنا لقيته كسب 18-0. فريق اسمه يانيل اناطاليا التركي، ده مش يانيل خالص، ده يانيل ب 60 نيله. ما علينا. انت اصلا جايب فريق من تركيا علشان تلعبوا ماتش ود تكسبوا 18-0 استعدادا لنادي الزمالك في كاس السوبر المصري. طب انا دلوقتي اجيب لك احمد بلال يطلع يقول لك ان الزمالك المفروض ما يسافرش تاني، ولا انا اعمل ايه بقى؟ بصراحه يا جدعان انا خايف على الزمالك. 18-0 ايه؟ 18-0 يعني كل 5 دقايق بنجيب جون، ونادي الزمالك هيلاعبهم ازاي دول؟ انا مش فاهم اقسم بالله. انا هيبقوا لابسين حفاضات يعني. انا بالنسبه لي مش متخيل النتيجه يعني. حتى لو الدوري التركي